13 حزيران ذكرى مجزرة إهدن. تاريخيا البعض بيبرر هالمجزرة على أنه ردة فعل على حادثة ثانية حصلت، ولكن الأكيد أنه هي خير تجسيد للصراع الحاصل بين مشروعين، إن كان على الساحة المسيحية وإن كان على الساحة اللبنانية. اليوم بعد 46 سنة هالمشروعين بعضهم نفسهم والصراع بعضه نفسه، ولكن هل بدنا نضل بنفس المنطق الإلغائي والتصفيات والواحد يتخلص من الثاني، أو لا صار الوقت نعمل مراجعة على كل شيء ونفكر عن دور المسيحي بلبنان شو لازم يكون، عن دور لبنان بالمنطقة شو لازم يكون، ونروح لتفاهم إذا بدنا نسميه أو نوع من حوار حول هذه المشاريع لما تضل صدامية، بالعكس تكون في تلاقي لفتح افق جديد بالمستقبل، وكل واحد يعمل مراجعه على مشروعه شو حقق وين خسر. يمكن هيدا السؤال الاساسي يلي بظن بذكرى مجزرة إهدن كل واحد لازم يتوقف عنده ويسال حاله هذا السؤال.